الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي الإنسان؟ رسالتك النهاردة من الأنبا والنس، شفيع الحاجات الضيعة والأمور الصعبة اللي هيرجع لك الفرحة الضيعة ويرجع لك الأمان والراحة وكل اللي أخده منك الزمان. بيطمنك برسالة جميلة وبيقولك اطمن جدا، ربنا حاسس بيك، ما تخافش ولا تقلق، ده هو معاك باستمرار، هيعوضك ويفرح قلبك، كفاياك دموع وتعب، كل ضيقة نهايتها فرح ما دمت مع رب المجد يسوع. اطمن وانتظر خبر جميل هيملى حياتك بالخير. خليك معاه وما تخافش من شيء، ده انت جوه قلبه وموضع اهتمامه. سيتدخل وهيغير كل التوقعات السيئة اللي جوه عقلك، وبكرة هيجي حلو وخير، وهتشوف فيه معجزات وعجائب من يد رب القدير اللي هيسندك ويقويك، مش هيتركك ولا هيهملك. ده انت في قلبه، لا شيء يحدث إلا بسماح من ربنا وبتدبير إلهي عجيب، بيتحول لخيرنا ومصلحتنا، فسيبها عليه، هيتصرف وهيغير لك الواقع. انتظر واصبر، هيكرمك، لأن الله دائما يحقق المستحيل. سيتكفل بالأمر وسيتدخل، فسلطانه على كل الكون، يهب إمكانيات سماوية، يسير بوجهه أمامك. فشخص الرب يسوع مكتوب عنه مرساه للنفس، زي ما تكون مركبة تايهة وما بتهداش غير لما ترسي. احنا كمان محتاجين نرسي عنده ونطمن ونرتاح من كل اللي احنا فيه. وجعك اللي محدش في الدنيا حاسس بيه هو له كل المجد حسه، ولن يتركك للضيق او الفشل او الحزن. هيتدخل وهيرضيك بالحاجة اللي انت عاوزها وبتصلي علشانها ليل ونهار. ربك كريم وباعت الرسالة دي ليك انت مخصوص، علشان مخاوفك تروح منك وتلاقي الإشارة اللي انت طلبتها. كفاياك ضعف وخوف ووجع وألم، أبوك السماوي موجود، ارمي كل أحمالك عليه واديله شيلتك، هتلاقيه جنبك وإيده بتمسح ليك دموعك ويطبطب على قلبك ويشفي روحك المنكسرة. مش ممكن أبدا هيردك مكسور، ده انت ابنه حبيبه وموضع حبه. هيحقق ليك كل اللي يرضيك وهيستجيب لطلباتك. ده إلهك إله التعويضات، إله الأفراح، هو الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. لما تلاقي الأبواب كلها اتقفلت في وشك، ثق إن ربنا عاوز كده، وإن الأبواب اتقفلت مش صدفة، لكن في خطة إلهية محكمة من إلهك يسوع المسيح لخيرك أنت. يعني لو باب شغل أو رزق بيتقفل قدامك بعد ما عملت كل اللي تقدر عليه، يبقى ربنا سابه يتقفل لأن وجوده فيه ضرر ليك، ولأن هو له كل المجد شايف ليك مكان تاني أحسن وأفضل بكتير قوي. ده إلهك بيحبك، هيفتح لك الباب اللي فيه الخير ليك. سلم له حياتك وقول له لتكن مشيئتك يا رب. قل له ربي، لست أعلم ما تحمله لي الأيام، ولكن يكفيني شيء واحد، هو ثقتي إنك معي. فالمؤمن القوي الذي اختبر عشرة الرب يسوع
وعجائبه العظيمة، لا يشك أبدا في تدخل الرب ومعونته في الوقت المناسب. فكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إلهنا رائع، إلهنا صادق في وعوده، وبيمنحنا نعمة في كل ضيقة. سلم له أمور حياتك، تعيش في سلام، تعيش في هنا وفي فرح، فدائما يدبر لنا الأمر أفضل مما ندبره نحن لأنفسنا. وحمايته على بيتك وأولادك وكل أيام حياتك. الآية بتقول: ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. خروج 12 عدد 23. ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق. اطمئن جدا، يتكل عليك العارفون اسمك يا رب، لأنك لم تترك طالبيك. بطل قلق، امبارح عدى وبكرة هيعدي برعاية ربنا ونعمته. ما تتعبش نفسك انت في التفكير، اتركها في ايد ربنا اللي بيحسن التدبير. ضع امامه كل همومك ومشاكلك، كل تعبك النفسي، كل خبايا قلبك، وتأكد انه شايف وعارف وهيتصرف وهيفرحك، ده اكيد، وهيحل كل مشاكلك. فالثقة به والعيون المرفوعة نحوه لا يخذلها أبدا. إلهك يرى وسيعوضك، مش هيبعد حاجة قلبك متعلق بيها لو فيها خيرك. تأكد محدش فاهم صمتك، لكن ربنا يسوع المسيح اللي بيحبك وعارف وجعك وألمك وضيقاتك بيرتب لتعويضك. اوعى تبطل تصلي، في كل وقت صلي، فرحان صلي، حزين صلي. دي الصلاة بتفتح أبواب كتير وبتقربك قوي لربنا. ما تقلقش، ربنا هيفرحك، فانتظر ما تنتظر منه، هيحلها لك وهيستجيب. ربنا بيرتب لك حياتك بطريقة رائعة، وهيحفظك من شر الدنيا ومن المطبات اللي هتقابلك في حياتك، وسيفعل لك ما فيه هو صالح لك. ولو حلمك انت شايفه مستحيل، ربك إله المستحيلات هيحققهولك. وإن كان بيسمح بتجارب، فده علشان مع التجارب بيكون في تعزيات كتير. في ناس بتطبطب، وفي ناس بتصلي علشانك، وفي ناس بتنظر ليك نظرة حب وبتقولك كلمة طيبة علشان ما تتضايقش وتزعل. كل ده كان ممكن ما يكونش موجود، لكن دي تعزيات تستحق الشكر. ما تخافش أبدا، ربك مش هيسيبك لوحدك، هيعوضك تعويضات ترضي قلبك وتنسيك كل وجع انت مريت بيه. فاطمئن جدا ولا تخف. آمين. يا رب يسوع المسيح، من أعماق قلوبنا بنشكرك أيها الرب الإله القدير. بنأتي إليك ملتمسين عطفك وحنانك. من فضلك باركنا يا رب، كون معانا في جميع أعمالنا، ارشدنا وأعنا وانقذنا من التجارب. من فضلك مد ايدك القديرة على كل مريض محتاج لمسة شفاء، لأنك وحدك القادر على هذا وعلى كل شيء. أبانا الذي في السماوات، ما تحوجناش لإنسان على الأرض، ما تحوجناش لحد غيرك أبدا. سهل أمورنا وبارك بيوتنا وأولادنا وعائلتنا. احفظ الحاضرين وارجع بالسلامة الغائبين. يا رب اسعد كل قلب حزين، واستجيب لكل دعوة مجروح، وافتح ما هو مغلق أمامنا، وحقق أمنية كل واحد من أولادك، وسامحهم واغفر ليهم خطاياهم. يا رب
اجعل أعمالنا وأفعالنا صالحة ومرضية أمامك، واعمل فينا من أجل الخير، وافض علينا بنعمتك يا صالح وبار. واثقين إنك دايما بتسمعنا وبتستجيب، ولك الكرامة وكل المجد آمين. وبركة وشفاعة الأنبا والنس وصلواته عنا تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.